بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلينا نبص على جلسة النهاردة. نبدأ بالمؤشر. المؤشر انا عايز اجيب فريم الساعة لان في حاجات لازم نشوفها سوا. هو 4 ساعات، فانت ادي 1 2 3 4. فاليوم كان بادئ من هنا، كان في ديل صغير هنا، وبعدين بدأنا نطلع منه، نطلع واحدة واحدة لحد ما خبطنا الترند في الآخر. الفكرة في ايه؟ ان كانت جوه الاسهم في اسهم تلاقيها صعدت واسهم تلاقيها هبطت، اسهم تلاقيها صعدت، اسهم تلاقيها هبطت، اسهم بدات اليوم هبطه ورجعت صعدت. طيب هو ايه اللي بيحصل؟ انا فاهمك ايه اللي بيحصل. مبدئيا ده خط ترند، يعني خط مقاومه في العموم، يعني مع السيوله الجديده اللي دخلت ده يرجح ان احنا هنكسر خط المقاومه ده، هنكسره ونروح لمنطقه ابعد. بس وارد يحصل تاخير شويه، وارد نعرض شويه على الاقل. الفكره كلها في ايه؟ في اسهمك انت. يعني مثلا نيجي لسهم النهارده، في اول الجلسه كان هابط زي ابو قير، وفي اخر الجلسه قفل عالي. ففي ناس تخاف وتخش تبيع السهم. خوفك اللي هيخليك تبيع السهم ده مش منك، يعني هفهمك. السهم النهارده مثلا نزل لمس الديل ده مكان ما احنا قايلين، يعني حاجه الله اكبر، وقفل برضو عند المقاومه دي. الموضوع في ايه؟ انت شفت السهم بينزل، خفت، بعد السهم، بعدين السهم لم نفسه وطلع، دخلت معاه تاني، راح جاي نازل، خفت، بعت السهم. على فكره بتحصل كتير وبتحصل مع ناس كتير. الخوف ده جاي من ايه؟ خوفك من الشيطان. الشيطان يخوفك، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوه وخافون ان كنتم صادقين او ان كنتم مؤمنين. يعني مش الايه مش كامله في مخي دلوقتي، بس يعني المقصود منها ايه؟ انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. ما تخليش الشيطان يخوفك. طيب حاجه تانية، طب انت خفت وبعديها بعت. بيع ده ما انت غالبا بتبقى بايع بخساره. البيع ده بيبقى جاي منين؟ من الشيطان برضه. الشيطان يعدكم الفقر، يعني في كده. فشيطانك هيزقك انك تخاف، فالخوف يجيب لك الفقر. طب نعمل ايه في الوقت ده؟ مبدئيا خلي ارضك قويه، واقف على ارض صلبه. ربنا برضو بيقول فيما معناه الانسان خلق هلوع، اذا مسه الخير منوع، اذا مسه الشر جزوع، واذا مسه الخير منوع الا المصلين. طبعا انا بقول فيما معنى الايه عشان في حاجات ممكن تقع مني. ده معناه ايه؟ طول ما انت ثابت على ارض صلبه انت ماشي صح. الشيطان هيخش يلعب بيك، هيخش يخوفك، يقول لك الحق فلوسك، الحق انت بتخسر، الحق مش عارف ايه. تبيع تلاقي غيرك لم وكسب مع المكسب. الصح تعمل ايه؟ انت ضامن سهمك، اثبت، حط رجلك على الارض واثبت. اثبت، ما تخافش، خليك راجل. نبدا بابو ايه؟ ابو قير. اللي بيحصل في ابو قير ان احنا دلوقتي بنجمع. يعني ايه بنجمع؟ يعني اقعد العب فيك كده، انزلك للمقاومه الدعم واقفل لك فوق على المقاومه، وانزلك للدعم واقفل لك فوق على المقاومه. تزهق، وبالذات الناس اللي شاريه من فوق مثلا يقعدوا كذا يوم ويلاقوا السهم خسران، يزهقوا ويرموا السهم. هلم انا من وراك، هلم من وراك، هلم من وراك، لحد ما في اللحظه اللي الميكر يقررها تلاقي السهم طار، ترجع تندم انت. الصح ايه؟ طول ما انت ضامن سهمك اصبر. ابو قير طول ما تلاقي السهم ماشي بين دعوم ومقاومات كده تعرف ان هو كويس، بالذات لو واخد ترند صاعد. شايفين احنا الترند الصاعد طبعا بتاع ابو قير. فحاليا ابو قير في منطقه كويسه، والهاي ده اعلى من ده، وكمان واخد دعمه من خط دعم ومن الترند، فتمام كده ابو قير ايجابي. مصرف ابو ظبي النت عندنا وحش جدا. لحظه هقلب النت وارجع لكم بالواي فاي. مصرف ابو ظبي بيتحرك بين الخطين اللي مرسومين له من هنا لهنا، وطبعا في ترند اكبر من فوق ده لما نيجي الوقت وهقول لكم عليه. هيجيب اسكندريه للحاويات. اموك ايه اللي حصل في اموك النهارده؟ نزلت الخط اللي احنا قلنا عليه امبارح، وهي ما تقدرش تكسره لتحت لان اموك سهم صاعد. اللي حصل بس ان بعد توزيع الارباح حصل هدوء شويه، هياخد زخم ويرجع عادي، بس هو ما يقدرش يكسر النقطه دي لتحت. الشمعه دي ايجابيه، بكره شمعه خضراء يبقى اموك راجع تاني للصعود. اسكندريه حاويات طول ما هي عايمه في النص كده سيبها، يا اما تيجي هنا يا اما ترتكز فوق الخط ده. بينفست بالمنظر ده يبدو ان هو ينزل يزور المقاومه دي، الدعم ده قصدي. هي دلوقتي مقاومه، يقلبها دعم، يلاقي نفسه مريح على القمم دي، مريح عليها وثبت، يبقى هيقلب ويطلع لفوق، وكده يبقى هو ماشي صح. ليه ماشي صح؟
هو طالع من هنا نزل صحح عليها، طلع لهنا نزل صحح عليها، كسرها وعد، هينزل يصحح عليها ويكسر ويطلع، ماشية بالمعدول. بيلتون مثلا، بيلتون خلاص يعني بيضرب اخر حاجات ليه، بس هو من التقلبات والجري اللي في الجلسه اللي هو بيلعبك عشان تخرج انت منه وهو يخش ياخد منه اكبر استفاده. فتلاقي خلاص هيلمس اخر مقاومه ليه اللي هي تقريبا قمته التاريخيه، بيتهيألي بيلتون بقاله فتره معليش عنها، بقاله زمن معليش عنها، فيروح جاي قالب لك وشه راجع. سيرة مثلا النهارده كسرت ال10-2 اعتقد، كسرتها بس ما عملتش ارتكاز، يعني ننتظر لها الارتكاز وساعتها هيبقى ايجابي. هي كسرها النهارده طلعها لحد هنا، دي منطقه مقاومه كمان. مبروك للي دخلوا النهارده، بس هو حاليا غير صالح للدخول. بس الفكره في ايه؟ ان بالمنظر ده خلاص نرجع نبص عليه كده هو تمام. ايديتا طالما خبطت هنا يبقى احنا مستنيينها تنزل تخبط هنا تاني، بعد ما تخبط نرجع نشتريها. هرمس هنا، هرمس كون ارتكازه وطالع لحد فين؟ بنقول على قناتنا الخاصه. اذا راينا اصلا ده صفقه يستحق نخشها، مش شرط عشان اقول على القناه الخاصه ان انا هقول فعل، لو صفقه ما يستحقش تخشها مش هقول. اي فاينانس لسه مش لاقيه المشتري اللي يزقها لفوق، بس هو سهم من الاسهم الكويسه على فكره. القبضه الكويتيه طول ما هي فوق الدعم ده هي كويسه وتبقى رايحه لهدفها اللي هنا. السويدي اتسالنا عليه ليه السويدي عامل المنظر ده النهارده. السويدي كان طالع وبعدين رجع ينزل وبعدين مش عارف. الشموع الصغيره في السويدي وتداول الصغير في السويدي ده دليل على ايه؟ السويدي عليه اخبار كويسه، السويدي من الاسهم اللي هتصعد. الدوله بتعمل شراكات اصلا مع شركه السويدي نفسها لانها تخش المدن الذكيه بتاعت الدوله وتطور في بنيتها التحتيه وحاجات كتير يعني. فعموما السويدي صاعد، لكن ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ تزهيق عشان يخرجك. كل التلاتيني حاليا بيحصل فيه كده، احنا بنزهقك عشان تخرج، وفي حين غفله هتلاقي الدنيا طارت، انت اللي هترجع تندم. اسمع الكلام طول ما انت ضامن سهمك. السويدي حتى الان من الاسهم الكويسه. حديد عز تداولات اليومين دول حتى على الاسهم دي نفسها ضعيفه، احنا مستنيين تداولات ترجع تاني، وهترجع، بس اصلها هترجع. انت كواحد مستثمر ولا واحد معاك قرشين هتخش تحطهم في ايه؟ في سهم من الاسهم القويه. تداولات هترجع، انت ما تزهقش وتخرج، اعتبرها وديعه في بنك يا اخي، اعتبر فلوسك وديعه في بنك. المناظر دي طول ما في هاي اعلى من الهاي احنا مستنيين الشمعه اللي تشد وتزقه لفوق. سبيد ميديكال يعني انا زهقت من الكلام عليها بصراحه. فوري قفل فوق الدعم ده، يبقى احنا ننتظر له الهدف ده. مصر الجديدة اسكان كونت النموذج الايجابي وقفلت بجسم يعتبر الى حد ما كويس فوق الخط ده، هترجع تصعد تاني. ده بالنسبة لنا خط مهم، ده خط اهم. كسره مجرد كسر، انا دايما بقول ارتكاز، ده بقى مجرد الكسر، يبقى الجلسة اللي بعدها السهم هيطير. غبور حاليا من الاسهم الكويسة وهدفك هنا عند 6.4. جهينة امبارح كانت لمست ال15 بس مفيش القوة الشرائية اللي تدفعها للتكملة، بس جهينة من الاسهم الايجابية، طبعا من الاسهم الايجابية. مفيش قوة شرائية تدفعها للتكملة فتلاقيها بتنزل تبحث لها عن مشتري، ممكن تاخد لها مشتري من قاع القناة الصاعدة او من الخط ده، انما عموما هي صاعدة وهتكمل صعود يعني. موبكو عمل النهارده 7%، جميل، بس يظل تحت الترند. موبكو ما نديلوش الامان غير لما يلمس لي في 475 او من فوق الترند ده ويرتكز هنا كده، يبقى تمام وتخش عليه تريدات بحذر، تكون حذر جدا مع سهم زي ده. وراسكوم كونستراكشن الشكل كمان ايجابي النهارده، هاي اعلى من الهاي، اي نعم تحت الترند لكن احنا عارفين ان الشكل ايجابي، فهو كده هيكسر الترند ويصعد، هو بس بياكد لنا ايجابيه، بياكد لنا ان انا كويس، انا ايجابي، انا راجع، انا صاعد وهكذا. وراسكم للتنميه نفس الفكره، طول ما الهاي اعلى من الهاي حتى لو بديل والجسم اعلى من الجسم فاحنا تمام، احنا ماشيين كويس. بالم هيلز يبدو انها بترقي نفسها. ليه بترقي نفسها؟ ما هاي اقل من الهاي اهي،
ايوه بس لو الموضوع ده اتكرر 3 4 ايام فاحنا ننتظر الشمعه الحمراء الهب. انما حتى الان هو بقاله 3 ايام بشمعه خضراء صاعده، معنى كده ايه؟ ان هو لا بيلاعبنا. طب الصح ايه؟ لو انت مش في السهم ما تخشش، اصبر دلوقتي. لو انت في السهم استحمل واصبر برضه، لان هو صاعد بنسبه كبيره، الاغلب الظن انه صاعد. القلعه ما زالت بترقي نفسها بشكل كويس، ويبقى هدفك هنا عند الاتنين 6. سيدي كرير ما زال سيدي كرير بيحافظ على مناطقه، بس مفيش زخم يخليه يطلع. كسر النقطه دي او المنطقه الصفراء دي عموما لسيدي كرير تدل ان عنده هبوط لهنا 25، زي ما هو لمسها مره كده. كسر المنطقه الصفراء تدل ان هو هابط لل 25. وجهه نظري جهز امر شراء على ال 26، هي 25 و90 قرش 974. ف جهز امر شراء من على 26 وحطه وسيبه جاهز. طلعت مصطفى قلنا طلعت مصطفى طول ما هو عايم كده سيبه. النهارده بيأكد رؤيتنا وشكله هينزل يزور المنطقة دي 19/2. إن السجون هشوف المصرية الاتصالات. إن السجون بيحاول ياخد دعم من هنا، شمعة خضراء تدل إن السهم هيرجع للصعود. مصرية الاتصالات هتنزل تزور دي، يعني هي مصرية الاتصالات ماشية في الترند زي ما هو باين وماشية بطريقة ثابتة يعني، فممكن تنزل تزور دي تاخد منها دعم ومنها ترجع تاني للترند. كيما عملت صعود 4% النهارده، صعود جيد. قلنا على كيما انها كده بترقي نفسها بشكل كويس. بالارتكاز هنا يبقى عندها على الترند الاصفر، بالارتكاز عندها على هدف ابعد. شوف المؤشر السبعيني النهارده، المؤشر السبعيني بيصعد 1% بس، واخترق خط الترند اللي احنا راسمينه. الاختراق ده نعتمده؟ لا، نعتمد ارتكاز. يعني ارتكاز يا اما ينزل يختبره ويعدي، او نقعد جلستين فوق. هنشوف ايه اللي هيحصل. هوقف واجي وانقل الاكونتات واجي لكم. في حاجات لسه بتهاجم زي ما هي، زي لا مش عربية حليج أقطام، عربية حليج بتصحح. ممكن نقابل لها تصحيح من هنا. وفي هنا ممكن هنشوف شكلها هيعمل ايه، بس في النزول احنا مستنينها هنا عند 4 جنيه و70 قرش. عربية لإدارة وتطوير الأصول لسه بتهاجم زي ما هي، وهدفك هنا. هدفك هنا خليه هدف صارم. بورتو جروب لسه بيهاجم كويس، أعتقد أنا كنت قايل الهدف عند جنيه، مش عارف. بس طالما هو بيرتكز ويصعد، ينزل يصحح ويصعد ينزل، يبقى هو صاعد بشكل كويس. انا هخشه او لا؟ بصراحه لا، يعني بحب الاسهم التقيله شويه. السهم ده الى حد ما، العربيه الاسمنت حد ما بدا يبقى كويس، بس انت المفروض تبقى بايع هنا. المفروض تبقى بايع هنا. اسك قلنا طبيعي ان هو يصحح، عايز اشوف بس شكل تصحيحه. المنظر ده يدل ان هو ممكن ينزل يزور لنا المنطقه دي. هنعملها منطقه اسك من الاسهم اللي انا تداولت عليها كتير جدا على فكره. تداولت، عملت عليها تريدات كتير من وهو ب11 ومن وهو ب10. اسك سهم كويس وواعد ولسه عنده اكتر. القاهرة دواجن بدأت عالية أوي. يبدو إن القاهرة دواجن عندها إيه؟ نطاط كتير. أنا فاكر القاهرة دواجن وقت التعريض ده قلتلكوا سهم قوي، السهم لسه فيه، السهم لسه هيقول. دنيا القناة للتوكيلات طبيعي تصحح، وطالما بتصحح على الترند يبقى هي بتاخد ارتكازاتها وعايز تصعد لأماكن أبعد، يبقى سهم كويس. سهم كويس اللي حابب يخش، سهم نظرته العامة إيجابية. شيني طبيعي يصحح. دلتا السكر نشوف شكلها فين. طول ما هي تحت الخط ده هي تعتبر سلبية إلى حد ما، بس عموما السهم كويس، السهم إيجابي. يعني طول ما تحت الخط دي سلبية لمدة قصيرة من الزمن، لكن عموما السهم إيجابي. قلنا إيه تاني معانا؟ دايس مثلا، دايس كده رقى نفسه وارتكز هنا، يبدو ان عنده اهداف ابعد مثلا عند 70 قرش.
عنده في حدود 70 قرش عادي. ناقص ايه؟ اطلس برضو لسه بيتحرك حركة بسيطة، بس القاهرة اسكان 10% النهاردة، شيء كويس. هبدل الاكونتات واجي. الشمس بعد صعود كبير طبيعي تصحح، طبيعي. انا المفروض كنت فتحت التسجيل يا جماعة للأسهم دي، يعني أنا سجلت مرة هنا تحليل بس طلع ما بيسجلش، فبعيدها تاني يعني. الشمس طبيعي ينزل يصحح، عنده نزول لحد هنا، آخر مقاومة هو كان عنده، ينزل يعتمدها دعم ويرجع يطلع تاني. إعمار مصر كان بيزق نفسه، جدوى نفس الفكرة. إعمار مصر كان بيصعد لأنه في فترة الصعود ما كانش بيصعد، فده دوره. ابن سينا طول ما السهم بيتحرك بين مقاومة ودعم، مقاومة ودعم، بأدب وباحترام، تعرف ان السهم ده كويس. وابن سينا كمان عليه كلام كتير، بس تيجي من هنا تلاقيه صاعد مثلا ويحاول يصحح، تلاقي شمعة ابتلاعية تزقه لفوق، يحاول يصحح تلاقي شمعة ابتلاعية تزقه لفوق. فاللي بيحصل ده ايه؟ هو بيحاول يصحح ويرجع يكون لنا النموذج الإيجابي بتاعه تاني. سهم زي ده اللي كان فيه المفروض تبقى بايع هنا عند الجنيه و70 قرش، المفروض تبقى بايع. لسه طبيعي يصحح. العبوات الطبية في الأسبوع ده عملت صعود كبير، صوت كبير أو صفرت يعتبر مرتين، أعتقد دي تصفيرة ودي كمان تصفيرة. اتكلم عن الحاجات الطبية والشركات اللي كانت ناشئة في الموضوع الطبي ده، اللي أسهمها مش غالية، هي فعلا اللي زقت وراحت. القطاع الطبي لسه فيه، لسه هيقول أكتر. مصر لصناعة الكيماويات ردت النهاردة، وكون إن المضارب بتاعها ما سابهاش تبات تحت الخط ده، معناه ان هو عايز يزقها لفوق مع احداث سياسيه هتحصل مع حاجات معينه. ده يدل ان القطاع كله راجع. صعود النهارده لموبكو، صعود في ابو قير، صعود في مصر لصناعه الكيماويات، اموك هيرد ويرجع، كيما النهارده صعد. المناظر دي ودخول سيوله جديده تدل فيه ولسه السوق بتاعنا هيقوم. MTI بيكمل صعوده. غزم وريني كده بورلاند، قلنا قبل كده ما تشتريش سهم في نص السكه. معنى كده ايه؟ ان النهارده عبورلاند بيأكد لنا ان هو نازل يصحح. هل كده هو بقى سلبي؟ لا، هو خلاص بقى ايجابي. الخطين دول انا عملتهم، دول منطقه جولدن زون فوبوناتشي، فاحنا هنستنى عبورلاند عند الخطين دول، يا اما 9 جنيه و60 قرش، يا اما 9 جنيه ونص. يكون النموذج ترجع تشتريه. اعتقد مفيش حاجه جديده. اجواء وزهراء معادي والمتحده الاسكان طبيعي صححوا بعد صعود كبير. اللي اراه ان الزخم على ال70 هيقل شويه، واللي هيشد الايام الجايه التلاتيني. الايام الجايه مش معناها من بكره، انا بتكلم على فتره، محدش، ما بتكلمش على يوم او حاجه، بتكلم على فتره. اخر حاجه عايز اقولها ايه بقى؟ دي اخر حاجه عايز اقولها. خوفك، قلقك، بعك بخساره، كل ده من الشيطان، انها من افعال الشيطان عشان يدمر عليك حياتك ودنيتك اللي انت عايشها. اصبر، خليك على ارض صلبه. مهما كان سهمك خسران دلوقتي، طول ما انت في سهم قوي يعني، هو راجع ورادد وهيجيب اهدافه وهيكسب. اصبر واستحمل، ما تخليش الموضوع ده يعكر عليك شغلك ولا حياتك ولا دنيتك ولا دينك. كمل واصبر واثبت. الصبر والثبات في المواقف الصعبه هو اللي بيصنع الابطال في الاخر. وبس كده، شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.